فطارنا ليلة الإسراء والمعراج. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطيت كده معلقة زبدة ونزلت كده باللحمة بتاعتي خلاص لغاية ما لونها بس يتغير، من كل الاتجاهات. انا عامله النهارده افكار حلوه قوي للعزومات، هتعجبك قوي ان شاء الله باذن الله. بعد ما لونها اتغير كده نزلت بقى عليها ببصل وجزر وطماطم وفلفل اسمر وبهارات لحمه وورق لوري وحبهان، وسبتها تعرق كده شويه مع بعضها. وبعد كده هزودها بقى ميه بتغلي. مهم جدا الموضوع ده يا جماعة علشان يسرع لنا عملية سوى اللحمة. وطبعا مش هنزود الملح دلوقتي. انا هنا كنت نسيت الورق اللوري فطبعا حطيته. شايفين شربتها جميلة ازاي؟ تعالوا بقى نعصج اللحمة. ده ربع كيلو لحمة بشر ضربت بس في الكبة طماطمايه وبصلايه وحطيت لها فلفل اسمر وبهارات لحمة. وبعد ما تستوي بقى خالص بحط لها الملح وخلاص هي كده استوت معايا. وده الورق العنب يا جماعة اللي كنت مخزناه معاكم من السنة اللي فاتت في الصيف، يعني في الصيف اللي فات ده كنت مخزناه معاكم وطريقته موجودة. طبعا انا بخزنه لرمضان زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى ده شكله والله العظيم جميل جدا والطريقة جميلة جدا جدا. ومش عايزة اقول لكم بطلعه من البرطمان بغسله كويس تحت الحنفية وبعد كده بحط عليه مية مغلية لمدة 3 دقايق او 5 دقايق بالكتير، لغاية بس ما الورقة امسكها كده اعرف الفها. وبعد كده بغسله تاني تحت الحنفية. بصوا جميل جدا جدا، عمر لونه ما هيتغير حتى بعد ما يستوي. بس وهحشيه بقى بالطريقه العاديه. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. هنعمل النهارده كمان، هعمل لكم تسقيه كده للجلاش حلوه قوي، وهعمل لكم تسقيه لورق العنب خطيره. كل اللي بيدوق الورق العنب بتاعي بيبقى عايز يعرف السر الطعم يا جماعه، والله طعمه جميل جدا. واول حاجه بقى حشيته وخلصت خلاص. بعد كده جبت طاجن فخار كده ودهنته زبده، وبعدين قطعت بصل وطماطم وفلفل حامي وفلفل رومي وحيقتهم كده بملح وبهارات. بدعكهم بقى كويس وبفرشهم كده. الشوربة بتاعتي اهي خلاص استوت، اللحمة بتاعتي استوت 3/4 سوا، يعني خلاص فاضلها حاجة بسيطة جدا. فانا بحط لها بقى الملح وبعد كده هرصها تحت في الطاجن كده بعد ما رصيت البصل والطماطم وكده. وده الورق العنب حشيته، وحشيت قرنين فلفل كمان احطهم في النص، هنرص الورق العنب كده في الطاجن. عايزه اقول لكم يا جماعه طعمه خطير 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 جدا، وفكره حلوه بقى للعزومات في رمضان. انا كده خلصت خلاص رصه. هنجيب بقى التسقيه بتاعته، هحط بقى معلقتين من صلصه المحشي اللي انا عملتها، عصير ليمونتين، معلقتين دبس رمان، وحطيت كمان مكعبين مرقه، واحط شويه زيت، والمرقه هنا اختياري، واحط من شوربه اللحمه. تمام بس كده ونقلبها بقى كويس. ودي التشريبة بتاعت، عايزة اقول لكم خطيرة. لو عملتيها حتى في الورق العنب العادي اللي انت هتسويه على البوتاجاز من فوق جميلة جدا جدا، وهيبقى طعم المحشي بتاعك الورق العنب خطير وفي حتة تانية. هغطيه بقى بورق فويل وادخله الفرن، هحطه على الصاجة من تحت لحد بس ما يغلي، وبعد كده هرفعه فوق ومش هولع الشواية خالص. هنا بقى رصيت الجلاش، عملت صينية جلاش كده جميلة جدا. التشريبة بتاعتي هنا كوباية لبن وكوباية شوربة وبضاية واحدة وشعرة فلفل أسمر، وحطيت هنا كل راق وبدهن سمنة، راق وبدهن سمنة. وبعد كده حطيت اللحمة في النص اللي أنا معصجاها معاكم، وعملتها بالطريقة دي. طعمه يا جماعة خطير في حتة تانية، خطير. والمحشي في حتة تانية جميل جدا جدا. جربوا التشريبة بتاعت الورق العنب دي. خلاص كده المحشي بتاعي استوى، وكمان الجلاش بتاعي بعد ما احمر من تحت ولعت له الشواية. وتعالوا بقى اللحظة الحاسمة ونقلب الطاجن. عايزة اقول لكم اللحمة زبدة وطعمه خطير، والمحشي مفلفل وجميل ومش معجن، وطعمه خطير في حتة تانية. طعمها جميل جدا، واللحمة بصوا دايبة دوبان، دايبة دوبان، بصوا خطير. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي، وفكرة حلوة قوي وطريقته جميلة جدا جدا. والجلاش يا جماعة في حتة تانية. وده شكل الأكل، عايزة أوريكم شكل الجلاش من تحت خطير يا جماعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم. لو الأفكار اللي في الفيديو عجبتكم بحبكم قوي قوي قوي. سلام عليكم، باي باي.